مرحبا، يسعد أوقاتكم يا أحلى متابعين. اليوم راح نسوي وصفة السويس رول خطيرة من بقايا الكيك يلي زادت عندك. أول شي بدنا كاسة حليب، بدنا نحط معه ظرف بودينج على شوكولا وبنخفقهم على البارد، بعدين بنعلي عليهم النار. إذا معكم بودينج فيكم تحطوا حليب ونشا وكاكاو وسكر. بعدين بنجيب بقايا كيك أو الكيك اللي ما زبط معك، أحسن ما تكبيه، خلينا نستفيد منه. نخلطه بالطاحونة أو بالخلاط لحتى يصير ناعم. بعدين بنحط عليه البودينج اللي ساويناه وبنحطه طبعا وهو ساخن. بعدين بنحط معلقة شوكولا، وإذا معكم شوكولا كمان معنا ضرورية فيكم تحطوا كاكاو. وبنحط حليب سائل فنجان، بنضل ندعكن لحتى تنعم معنا العجينة وبتصير قوامها هيك بهي الطريقة مثل العجينة، سهلة التشكيل. بعد ما عجناها بدنا نحضر الحشوة. بنجيب كريمة خفق أو حليب، بدنا نحط معاها كريم شانتيه تقريبا 4 ظروف. كل ما كترتوا الحليب بدكم تكتروا ظروف الكريمة. لازم الكريمة تكون معنا قوامها سميك مشان ما تطلع معنا من الحشوة. وبعد ما خفقناها بدنا نجيب العجينة ونشكلها، نفردها بهي الطريقة، نحط تحتها ورقة زبدة أو نايلون، وبنحط كمان عليها من فوق طبقة نايلون، وبنفردها بالشوبك. نحاول ما نعملها رفيعة وكمان ما تكون سميكة كتير، وبنحاول نساوي الأطراف مثل طوارف، نخليها مثل ما نفرد عجينة الحلاوة والجبن يعني، ونخليها متساوية، ونقص الطوارف عشان تطلع معنا متساوية. وبعد ما حضرناها هاي سويناها، بنجيب الحشوة الكريمة وبنوزعها على بشكل متساوي لحتى توزع معنا. بنلف السويس رول، بنلفه من فوق لتحت او بالعكس يعني، بس انه بشكل مثل ما بتلفوا السندويشة الزعتر. وبعدين بتحطوه بالبراد شغلة 2 3، واذا تركتوه لتاني يوم بيصير افضل. وبعد ما حطيتوه بالبراد وقت كنت تقدموه، بتجيبوا ظرف او علبة شوكولا على حليب، بتذوبوها على مي ساخنة وبتزينوا فيها من فوق. فيكم طبعا تزينوا بأي شي بتحبوه وبتقدموه. وبتمنى تدعوا لي.